السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. طبعا يا صديقي حبيت اشارك معاك قصه جميله جدا فيها حكمه عظيمه جدا، ولكن المره دي مش من الاستوديو المتواضع بتاعنا، المره دي من وسط اخواتي فريق اليكس بايك فوليفر. الفريق ده غني عن التعريف حقيقي، لما بتكون في وسط الفريق ده تحس باحساس لا يوصف من كتر الحب والتقدير اللي بيقدموه لبعض من صغير لكبير. بجد بشكر ربنا عز وجل اللي خلاني في وسط الفريق ده، ثم بشكر كابتني واخويا الكبير الكوتش كريم سعيد، وده بالمناسبه صح المسؤول الاول عن الفريق. بجد الراجل ده مهما اتكلمت عنه مش هيكفي حاجه من اللي هو بيعملها مع الفريق ومعايا انا شخصيا. فاسيبك بقى يا صديقي تسمع القصه. السلام عليكم. قصة النهارده بعنوان لعله خير. اخباركم وصلت ان في حوادث كتيره وقعت على الطريق والدنيا دي، يعني الموضوع في محله. يعني قصة النهارده بتتكلم عن ملك عنده ملك كبير، وكان عنده وزير متميز بالايمان الشديد. اي حاجه كانت، سواء كانت حاجه حلوه او وحشه، يقول ايه المقوله الشهيره بتاعته لعله خير. في يوم من الايام قرر الملك والوزير ان هم يعملوا رحله صيد. وهم في رحله الصيد دي صاب الملك في حادث صباعه طار. فطبعا الملك ده كان غضبان جدا بسبب الالم اللي هو كان عايشه. بص لقى الوزير يقول له ايه لعله خير يا سيدي. بص له قال له ايه الخير في ان انا فقدت صباعي؟ انت شايف ان ده خير؟ امر ان هو يحبس الوزير ده لانه حسه ان هو بيستهزأ بيه. فبعد عده ايام قرر ان هو ينزل الملك ينزل رحله صيد لمره ثانيه، لكن المره دي لوحده. اثناء وهو ماشي في الغابه رجله وصلته لحته قبيله من اكلت لحم البشر. فكانوا ساعتها بيجهزوا ان هم يعملوا ايه، يقدموا قربان للاله بتاعهم. فمسكوا الملك ده بداوا يجهزوه ان هو ايه يكون الاضحيه اللي هيضحوا بيها ايه للاله بتاعهم. فبداوا يجيبوا الكاهن بتاعهم وبدا يفحص الملك على اساس ان هم ليهم اتيكيت معين في الاضحيه، مش اي اضحيه بيقدموها للاله بتاعهم. اثناء ما هم الكاهن بيفحص الملك اتفاجئ ان صباعه مقطوع. فطبعا رفضوا، قال لك ده ما ينفعش يبقى ايه الاضحيه. فامر الناس اللي هو كانت معاه ان هم يتركوا سراح الملك ده. اندهش ساعتها الملك دوت من اللي حصل، وادرك ساعتها مقوله الوزير لعله خير. رجع ساعتها للقصر ويعتذر له على اللي هو عمله، وبدا يحكي له القصه بالتفصيل. فبعد ما طلعه حكى له القصه بالتفصيل، فابتسم الوزير قال له وطبعا اللي حصل معايا ده خير. قال له انت ازاي، انت شايف ان انا حبستك، انت شايف الحبس ده خير ليك؟ قال له اكيد طبعا، ان انا لو كنت معاك ساعتها كان زماني انا اللي كنت قدمت قربان. لان هم طبعا كان هيفحص الملك هيلاقي فقد صباعه، فهيطلب صراحه هيفحص الوزير كان هيبقى سليم، فهيمسكه هو وهيتقدم هو قربان. العبره المفيده من القصه دي ان دايما احنا ما بنبصش للحاجه من ناحيه السلبيه. يعني مثلا اي حاجه مصيبه بتحصل احنا بنبص لها دايما اقدار الله عز وجل كلها حكم ومواعظه. دايما نركز في الايجابيه. مهما يحصل معاك من موقف او اي حاجه اكيد في خير، مش لازم انت تكون عارفه. فبس كده.